السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اماني. اللي ما يعرفنيش انا اسمي اماني، ما ينساش يعمل لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو. زي ما احنا شايفين قدامنا كده السيرفيس فيه بخضروات. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل حاجة بسيطة وفيها تغيير. هنعمل كانتون. تعالوا نشوف الخطوات بتاعتنا سهلة وبسيطة ازاي. هو كل التعب فيها في ان احنا نقطع الجزر ونقطع البصل، كله زي ما حضراتكم شايفين كده صوابع، وهنقطع الكوسة وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر، وكام فلفل كده ايه سبايسي، كام قرن فلفل سبايسي للي بيحب كده. وعندنا ايه فراخ متقطعة في الايه معمولة ببصلاية وملح وفلفل وطماطمايه. يلا نشوف ازاي هنعمل الفراخ الكانتون او هنعمل ازاي الكانتون. يلا بينا. اول خطوه هنعملها هنسلق المكرونه. انا جايبه المكرونه كده شبه النودلز اللي هي زي الاسباجيتي المستطيله. اول ما الميه بتغلي بنحط فيها زي معلقه من الملح، وهنزل فيها بالمكرونه اللي شبه النودلز. اوريها لحضراتكم. اهي المكرونه بتاعتنا شايفينها زي الاسباجيتي بس هي عريضه شويه. هننزل على حسب عدد افراد الاسره، شوفوا بقى نص كيلو ولا كيلو الا ربع، شوفوا حسب ما انتوا عايزين. اولا هنسلق المكرونه الجميله بتاعتنا دي. يبقى اول خطوه احنا مسكنا المكرونه سلقناها اللي هي عامله زي الاسباجيتي بس عريضه شويه، عامله زي النودلز كده. والتاني خطوه بجيب الفراخ البانيه بخرطها زي ما حضراتكم شايفينها كده كريهات او كريهات مع الملح والفلفل والجنزبيل والثوم. وزي ما حضراتكم شايفين انا مش عامله غير قطعتين بس من الفراخ البانيه عشان الولاد بيحبوها تبقى جنبها مقليه بانيه. انا بس هحط يعني انا عشان اعمل الكانتون مظبوط، بس ده الكانتون بتاعنا احنا ما بكترش فيه الفراخ. الولاد بيحبوا الفراخ خارج الكانتون، فانا بس بحط قطعتين عشان ما بعدش كتير عن الفراخ الكانتون. بعد ما خلصنا الخطوه دي هنمسك بقى اللي هي الفراخ دي او اللي هي الكريهات دي، هنحطها في دقيق ونشا وهنحمرها في الزيت. يلا نكمل الطريقه. بصوا يا بنات، ادي اهوت عندنا السيرفيس بتاعت الخضروات عشان نعمل الكانتون. هنجيب وok وهنحط فيه بقى هنحط فيه ماده دهنيه عباره عن زيت وسمنه. هننزل اول حاجه في الوك ده شويه البصل بتوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوب بس كده تحميره بسيطه خالص زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي البصل بتاعنا نزلنا بيه كله وتقليبه بسيطه بس يدبل كده، حاجه بسيطه خالص. هنزل وراه اهو دبل حاجه بسيطه خالص. هنزل وراه باكتر حاجه تحتاج سوا هو الجزرتين بتوعنا اللي احنا قطعناهم بالمنظر ده اهو. شايفين يا بنات؟ شايفين العرايس الامارات اهو. يبقى احلى كانتون هتعمله. وهديها تقليبه برده بسيطه كده خالص، وهستنى برده حاجه بسيطه لما الجزر يخش في السوا. زي ما احنا شايفين كده يا امارات اهو الجزر بدأ يخش في السوا اهو، بيدبل اهو زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بقى بكل الخضروات بتاعتنا، الكوسه المتقطعه، وادي الفلفل الالوان، وادي قرنين فلفل حطاهم كده بحالهم، مش هكسرهم ولا هقطعهم عشان اللي يحب سبايسي يسحبوه. الكلام الجميل ده كله هنقلبه في بعضه. وهنديه فرصه بس ياخد تشويحتين 3 زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي الخضار مش لازم طبعا يكون والدم، لازم يكون بيقرمش كده مع المكرونه او الكانتون اللي احنا هنعمله. هننزل عليهم مرشه سكر، معلقه سكر، هننزل عليها قطعه ماجي، هننزل عليها كمان بفصين توم مهروسين،
وكل ده هنشوحه كده مع بعضه. اول ما ريحه الثوم هتطلع زي ما حضراتكم كده هو شايفين طلعت ريحه الثوم، هننزل عليها بقى بالايه، بالفراخ اللي احنا حمرناها. طبعا نقعناها في ايه، في ملح ودقيق، في ملح وايه وثوم والجنجر. بعد كده هو قمنا عملناها بالايه، بالدقيق والنشا والتوابل اللي هو توم باودر وبصل باودر وايه، توم باودر وبصل باودر وبابريكا. هننزل عليهم برشه من الفلفل، وهنجيب نص كوبايه من الميه، هنحط فيهم معلقه من النشا، هندوبهم وننزل عليها بالكلام الجميل ده. هننزل عليهم بزي كده 3 معالق صويا صوص، طبعا عليها الكلام الجميل ده. هنزل عليها بالكاتشب، مش هقول لكم كده حاجه كده خرافه، وهم طعمها كده حاجه مش هقول لكم عليها. ادينا اهو حطيتها في السيرفيس زي ما حضراتكم شايفين، وكملت زي ما قلت لكم حضراتكم انا ما كترتش الايه، القطع الصغيره اللي هي البانيه اللي محطوطه في الدقيق وفي النشا، وحمرتها عشان هم الولاد بيحبوا البانيه جنبها. شايفين الخضروات ولا ريحتها وطعمها، انا دقتها كده خرافه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. واللي عجبوا الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعايه الله.